الآفة الثانية اللعن. اللعن هذا موبقة، اللعن هذا كبيرة من الكبائر. من الذين لعنهم الله؟ إبليس واليهود والنصارى والكافرين والمنافقين وهكذا أهل النار لعنهم عز وجل. تجعل ولدك واحد من ذولا يلعن ولده؟ طيب من الملعون اللي أذن الله بلعنه؟ إبليس شيطان. من؟ اليهود النصارى الكفار المنافقين، هذول الذين يلعنون. لكن اللعن انتشر بين الناس، أصبح اللسان ملازم، اللعن ملازم لكثير من الألسن. وش معنى اللعن؟ الطرد والإبعاد عن رحمة الله، طرد وإبعاد عن رحمة الله عز وجل. في حديث أبي الدرداء: إذا لعن العبد صعدت إلى السماء، تقبلها؟ ما تقبلها، ما تقبلها، ما يدخل السماء إلا طاعة، إلا عن معصية، تقفل أبواب السماء دونها، ترجع إلى الأرض، ما يقبلها مكان من الأرض. في الحديث كذا، ترى ما هو سواليف من عندي، حديث أبي الدرداء، ترجع إلى الأرض، ما يقبلها مكان من الأرض، تذهب للذي لعن، ما يستحقها. هو شيطان؟ ما هو شيطان. يهودي؟ ما هو يهودي. نصراني؟ ما هو نصراني. كافر؟ ما هو كافر. منافق؟ ما هو منافق. ترجع إلى الذي لعن، فيكون قد لعن نفسه عندما ينطق باللعنة، يقول: يا ربي اطردني وأخرجني من رحمتك. يستاهل ولا ما يستاهل؟ لا يستاهل. هو اللي طلبها، هو اللي دور لها. اللعان لا يكون شفيع يوم القيامة. ليس المؤمن بلعان، وليس المؤمن بطعان. المؤمن لا يلعن، والمؤمن لا يطعن. يبتعد الإنسان عن اللعن.